بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي مع موديل 1 هنسميه موديل 1 او موديل ايه اول موديل في الامتحانات. هما التلاتة موديلز كلهم نفس الافكار بالظبط، فانا هحل موديل وانت هتقيس عليه كل الحاجات اللي عندك او الموديلز التانية. نشوف اول سؤال معانا، بيقول لي احسب الفوليوم بتاع 32 جرامز سلفر دايوكسيد. طيب هنا حبيبي مديك مادة واحدة لازم اشتغل بالقوانين. ايه القوانين اللي اشتغل بيها؟ مديك فوليوم اشتغل بقانون الفوليوم، مديني هنا ماس بشتغل بقانون الماس على المولر بس في فكرة، اني فوليوم اللي هو 24 ولا 22.4 ولا 22.4؟ هنا قال لي ات اس تي بي بشتغل بقانون 22.4. جميل، يلا حبايبي بقى كده. اولا احسب الفوليوم، معرفوش والرقم ده ثابت. هنا الماس ب 32 جرامز ناقص المولر ماس. ايه المولر ماس بقى؟ هنجمع حبايبي دي او طبعا او 16، هنجمع الاس زائد الاو 2 اللي عباره عن اس و2 او هتساوي 32 اللي هو الرقم ده بلس الاو ب 16 يبقى 2 باي 16 تطلع 64. ادي الكالكوليتر معانا، يطلع يا باشا. هنا المفروض اعمل كروس مالتبلاي طبعا يا حبايبي، هيبقى 22.4 باي 32 على 64 تطلع 11.2 لتر. يبقى الفي 11.2 لتر. المسألة اللي بعديها بيقول لي كده which is true for 1 mole of water and 32 gram of oxygen. طيب هو دي مول ودي ماس، هو بيقارن ما بين مادتين. لما بقارن ما بين مادتين اوحد اليونت خليهم الاثنين مول او الاثنين ماس. في 1 مول حول الاكسجين لمول، فانت عارف ان المول بيساوي ماس على مولر ماس هيساوي ال 32 جرامز جيفن على المولر ماس بتاع الاكسجين 2 في 16 تطلع برضو 1 مول. ايه ده؟ يعني اذا ده 1 مول من ده مع 1 مول من ده، قلنا يا جماعه ايكوال مول يبقوا ايكوال فوليوم. حلو الكلام، ايكوال ايه؟ فوليوم او ايكوال موليكيولز. ايكوال ايه؟ موليكيولز. يبقى اذا الاجابه لتر سي، بس same number of ايه of molecules. mention the scientific reason for the following. بيقول كده 4 جرام هيدروجين equal the volume of 32 grams of oxygen atoms. طيب ادم هم حبايبي خلي بالك كده الفوليوم ده بيساوي الفوليوم دوت، يبقى اذا لازم عندهم هم نفس النمبر اوف مولز. نفس النمبر اوف ايه يا جماعه؟ اوف مول. يبقى اسهل اجابه اكتبها because both are equal in the number of moles. احسب النمبر اوف اتومز، احسب النمبر اوف اتومز in half mole of acetic acid. طيب حاضر، هنا يا جماعه دي ماده واحده يبقى شغال بالقوانين، هشتغل بقانون المول عشان مديني المول، وعايز اتوم يبقى المفروض الاتومز على الافو باي ايتس نمبر. يلا يا شباب، اولا مديك 1 سوري هاف مش 1.5 هاف مول، الاتومز مش معروفه 6.02 10 باور 23. يعني ايه باي ايتس نمبر يا حبايبي بقى؟ هنشوف الاسيتيك اسيد ده عباره عن ايه. عد معايا كده، 1 ودي 3 يبقى 4 5 6 7 8 اتوم على 8 يبقى نص في 8 يبقى 4 في الرقم ده. يبقى اذا حبايبي كالكليتر بقى، انا هقعد اوجع دماغي ليه؟ يبقى هنضرب هاف في 8 في 6.02 باي 10 باور 23 طلع 2.4 10 باور 24 اتومز. دي النمبر اوف اتومز. المسألة اللي بعديها نمبر 5 بيقول لي كده at 25 degrees سيلسيوس. ده مالك at 25 degrees سيلسيوس؟ يبقى اذا حبايبي ده at RTB اللي هو نشتغل بالقانون بتاع 24. خلي بالك
معايا 4 اوكيبايز فوليوم 4 لتر، وفجاز جاز اي جاز بقى، فالسنس ان دي ماده واحده ولازم اشتغل بالقوانين. قال لي احسب المول، يبقى انت احسب المول ومديك الفوليوم، قلت له حاضر. يبقى المول هيساوي الفوليوم على 24 عشان ار تي بي، يبقى المول هتساوي حضرتك الفي بكام؟ الفي قال لي ب4 ودي على 24 بقى في الواحد 4 في 6 يعني كام؟ يبقى 4 على 24 0.16 يعني الإجابة لتر سي. يعني ممكن نمشي سي أساسية الرقم قريب من الايه 0.16 دي، لكن طبعا 0.16 بالظبط يعني خليها 0.16. السؤال اللي بعديه البروبين دوت بيرنز كومبليتلي ان اوكسجين according to the following equation. ماشي معايا 11 جرام، طبعا 11.0 يعني 11 جرام حبايبي of C3H8 at room temperature يعني 25 degrees Celsius. then the volume يبقى ده at RTB كده. حاضر. دلوقتي عايز الفوليوم بتاع الكربون دايوكسيد. هو شغال دلوقتي على ال C3H8 وال3 كربون دايوكسيد جاز، ومدي ده 11 جرامز، وعايز الفوليوم بتاع البرودكت. طبعا فوليوم اعوض البالانس باي 24. ليه 24؟ عشان ات ار تي بي. هنا ماس احسب مولر ماس، دي عباره عن 3 سي و8 اتش، يبقى 3 في 12 8 باي 1 12 ادي 36 يبقى 44. 3 في 12 زائد 8 44. يبقى ال 44 بتطلع على الرقم ده، يبقى ال 11 طلع قد ايه؟ الربع. يبقى 11 باي 3 باي 24 على الانسر تطلع بكام؟ ب 18 جرام او 18 لتر عشان انت عايز فوليوم. كروس مالتبلاي تطلع 18. بيقول لي the empirical formula of the compound resulting from combination of two X and Z their respective masses 4 جرام 1.4 جرام. يعني معايا حبايبي كده الاكس والزد، ده 4 جرام ده 1.4 جرام. هنعمل ايه؟ اول حاجه بنجيب المول، هنقسم كل واحد على الاتوميك ماس بتاعته. الزد ب 14 والاكس ب 16، دي تساوي ربع ودي تساوي 0.1. حلو الكلام؟ تمام اهو حبايبي ادي 4 على 16 بربع زي ما قلت لكم، دي 1.4 على 14 ب 0.1. هنقسمهم كلهم بقى على سمولست 1، نجيب الريشيو يبقى ربع على الانسر. ماشي، يبقى حبايبي كده هتبقى الريشيو هيبقى ربع على 0.1 فيها 2.5 ودي 0.1 على نفسه فيها الواحد. طبعا الريشيو هنا 2.5 لواحد ما تنفعش اضرب في 2، يبقى 5 ل2 يبقى 5 2 يبقى الاجابه لتر دي. طبعا كاتب الزد قبل الاكس مش مشكله. ماشي حبايبي، يبقى الفورمولا بتاعتي هتبقى طبعا لو مشيت بترتيب انا هيبقى الاكس ب5 والزد خدت 2، وطبعا عكسها مفيش اي مشكله بالنسبه لي خالص. طيب نمبر 8 الميثين جاز react with oxygen according to the following equation. max 60 جرام اكسجين و 20 جرام ميثين. تمام، احسب الماس بتاعه الكربون دايوكسيد جاز. بصوا يا جماعه، طبعا مسائل الليميتنج رياكتنت ديت علامتها قلت لك يديك 2 رياكتنتس جبل.
من ضمن العلامات، والا العلامه المشهوره احسب الريميند ماس او الريميند فوليوم او احسب الليميتنج، فدي معروفه سهله. لكن لما اديك 2 رياكتنس جيفن دي تبقى مش واضحه شويه. فالعلامه المخفيه بتاع الليميتنج يديك 2 ماسز ايه بتاع رياكتنس او 2 اوف رياكتنس جيفن. واحنا معتمدين، بص يا حبايبي دي مسائل فاقدر احلها بكذا طريقه، بس انا موحد طريقه ثابته ماشي بيها على كل المسائل. ادام هي ليميتنج رياكتنت بنجيب التو رياكتنس مع بعضهم اللي هم السي اتش 4 والاو 2 ده، وبنقسمهم مسألتين. ده الاكسجين 60 جرامز وده ب 20 جرامز. بنعمل ايه؟ قلنا يا جماعه اول حاجه نعملها بنجيب الجيفن نقسم كل واحد على البالانس بتاعه واضرب فيه، لو ماس اضرب في المولر ماس. طبعا السي اتش 4 ده ب 16 اللي هو 12 بلس 4 باي 1 يبقى دي 16. هنا هنضرب باي 32. ليه؟ عشان الاكسجين ده 2 او، فتبقى حبايب او 2 يعني 2 او، هتبقى 2 في 16 ب 32. ونحسب كل واحد بكام. جميل؟ تمام. يلا 20 على 16 فيها 1 وربع رامي، صح؟ بس كده 20 على 16 1 وربع. ماشي والله يا اللهم بارك. مول. وهنا نفس الكلام 60 على دي 0.9 0.8 في الرينج ده، 60 على 64 0.9 سيدي مش عارف سهل مول. اذا ده الليميتد وده المور، ده الكتير. ماشي. قال لي بقى طب انا مش عايز التعامل ده كله، انا عايز الماس بتاع الكربون دايوكسيد جاز البرودكت. قلت له انت عايز قيمه الكربون دايوكسيد جاز اللي هو 2 صح كده؟ لا 1 CO2. ما هو انا عايز الماس بتاع البرودكت ده، فاذا لازم يكون معايا حد تاني جيفن اشتغل عليه، فبستخدم الليميتد واشتغل بيه. اللي هو مين ليميتد؟ الاكسجين. اشتغل بالاكسجين. الجيفن بتاعه 60 جرامز، مش ده الرقم اللي حسبناها. بشتغل بالجيفن بتاع المساله اللي هو 60 جرام. بشتغل مساله عاديه ماس، احسب مولر ماس تبقى 44 جرام بير مول اهوت 12 و2 في 16. هنا هتبقى 2 باي 2 باي 16 تطلع 64 جرام. كروس مالتبلاي يبقى رقم اقل من ال 44 بحاجه بسيطه قوي. المساله دي يا جماعه، معلش يا جماعه، قلنا المساله دي ولا رقم يطلع معاك صح؟ قلنا في الامتحان تحسبها لوحدك. ليه؟ انا صراحه كنت جايب مساله اصعب من كده، بس خففت المطلوب في الاخر، فبالتالي صغير الاختيارات. فالاكس هنا هتطلع معايا 60 باي 44 على 64 تطلع الانسر 41 وربع جرام. طيب هاخد نفس يا جماعه دي بقى، انا هحل المساله الثانيه اللي كنت حاططها في الامتحان اصلا ومسحتها، المساله اللي هو المطلوب اللي كان اساسي في الامتحان. وطبعا المساله دي كانت هتبقى طويله جدا. بصوا معايا، هزود صفحه. فاكر هنا 60 اكسجين و20 ميثين. بص يا رجاله، هم دي عشان ما ننساش 60 جرام اكسجين و20 جرام من الميثان. كان المطلوب قال لي calculate، بص كده calculate the total mass، حلو الكلام، remained after reaction. التوتال دي خلي بالك منها. هي طبعا الايكويشن بتاعتي كانت CH4 مع 2 O2 طلعت لي الكربون دايوكسيد والميتين دول. انا كالعاده زي ما عودناكم يا جماعه، اي مساله بعمل فيهم ايه. فسنس بقى انت مديني 2 رياكتنت جيفن، يبقى شغال مساله ليميتنج رياكتنت عاديه خالص. بص يا جماعه، في تسلسل ماشيين لوحده كده. هحسب الليميتد والاكسس الاول. فحضرتك دلوقتي CH4 دوت كان قلنا اللي هو 20 اقسمه على البالانس في المولر ماس. نفس الكلام هنا هقسم الجيفن
على البالانس في المولر ماس. ودي كانت 0.9. كانت كام يا رامي؟ عايز رقم بالظبط. 60 وتحت 64 مش محتاجة. 2 باي 32 9375. ودي 1.4 لسه حاسبينها من شوية مول. طيب قلنا أول خطوة نعملها حبايبي كده خلاص عرفنا إن ده الليميتنج وده المور، ده الكتير. الخطوة التانية نعمل ايه بقى؟ كنا بيحسب الريميند ماس. ليه الريميند ماس مش الريميند فوليوم؟ عشان مدينا يا جماعة جيفن كله بالماس. فكنا بنعمل في الريميند ماس هنعمل ال 125 ماينس الانسر اللي هي كانت 0.9375 ونضربه في الجزء اللي يبقى تحت الايه الاكسس او المور ده على 1 في 16. يبقى 125 ماينس الانسر باي 1 باي 16 مفيش مشكلة باي 16 على طول. طلع ب5 جرام. يبقى اذا حبايبي الريميند ماس 5 جرام. ده الريميند ماس. قال لا ده انا عايز التوتال ماس في الاخر خالص. يعني عايز الريميند ماس ده زائد البرودكت كمان. فهمت على كلمه توتال ماس؟ مش عايز الريميند ماس. الريميند ماس خلاص جبناها ب5. لا قال لي انا عايز التوتال ماس ريميند. يعني عايز كل بقى الريميند اللي فضل من الرياكتنت زائد الماس بتاع كميه البرودكت. فحضرتك هنشتغل مسالتين تاني. ايه المسالتين؟ عايز احسب البرودكت الكربون دايوكسيد مره واحسب الميه مره. طب ما لازم حد معاهم. لما احسب اي حد في القاعده عندنا، لما احسب البرودكت استخدم الليميتد، لما احسب البرودكت استخدم الليميتد، لما احسب البرودكت استخدم الليميتد. انت عايز دلوقتي الماس بتاع الكربون دايوكسيد والماس بتاع الميه، فنستخدم الجيفن بتاع الاكسجين. فالقاعده عندنا ماس احسب مولر ماس حسبناها من شويه اللي هي 12 و2 في 16. ماس احسب مولر ماس اللي هي 64 اللي هي 2 باي 2 باي 16 وعم كروس مالتبلاي. هي نفس الكلام. ماس احسب مولر ماس دي تطلع 36 اللي هي 2 وافتح براكت 2 باي 1 اتش وواحدة ايه اكسجين تطلع 36. ماس قلنا هنحسب مولر ماس وكروس مالتبلاي. يلا الاكس هنا تطلع بكام؟ لسه حاسبينها من شويه 41 بوينت كذا بس 60 باي 44 على 64 41 وربع. خليك فاكر الرقم ده جرام. وهنا نفس الكلام الاكس هتساوي 60 باي 36 على 64 33 75 جرام. يبقى ركز بقى معايا بقى كده. الوزن اللي فضل في الكونتينر في الاخر كله اول عن اخر اولا التوتال ماس ريميند. التوتال ماس ريميند الخمسه اللي فضلوا فوق وال41 وربع بتوع الكربون دايوكسيد وال33.75 بتاعه الووتر. يلا 30.75 بلس 41 بوينت ربع بلس 5 طلعت 80. طلع كام يا جماعه؟ الريميند كام؟ 80 جرام. ده في الايه؟ at the end. فلو كنا هنشابك بالمسافه كنت هتبقى الاجابه لتر دي. ماشي حبايبي؟ طبعا مساله عقيمه. according to the balanced equation، حسب الايكويشن دي كده حبايبي 11.17 جرام من الايرن رياكتد مع 4.48 لتر. اداك 2 رياكتنت جيفن، يبقى لازم تحسب الليميتنج رياكتنت. قال احسب الليميتنج رياكتنت. حبايبي معلش للاسف الفيديو قطع، فمعلش اقرا المساله تاني. بقول يا حبايبي according to the balanced equation، الايكويشن معايا 4 Fe 3 O2 2 Fe2 O3. قال لي معايا 11.17 جرام من الايرن و 4.48 لترز اوف اوكسجين
at 25 degrees Celsius. حلو. من غير ما يسألني السؤال ده since ان هو اداني 2 reactants given، يبقى لازم اشتغل مسائل limiting reactant. بنعمل ايه؟ بص يا حبايبي، اولا قلنا بنقسم الرياكتانتس نصين اهو، هقسمها نصين كده. جميل، تمام. وبعدين بنعمل ايه؟ اكتب الجيفن. اولا مديني الايرن اهو، الايرن عندك يا حبايبي 11.17. قلنا بنقسم الجيفن على البالانس، وهنا برضو هنقسم الجيفن على البالانس. حلو الكلام. طيب هنا مديك ماس وهنا ليتر. قلنا بنعمل ايه؟ لو المسألة فيها ماس اضرب في المولر ماس. الاف اي ده اسمه ايه بكام يا جماعة؟ الاف اي 55.85. مش هضرب الاربعة اف اي يا حبايبي، لا، ما انا الاربعة استخدمتها، فانا محتاج الاف اي لوحده نفس. طب هنا بقى هعمل في ايه؟ قال لي هنا ليتر، يبقى الماس ضربت في المولر ماس. طب هنا ليتر اعمل ايه؟ هضرب في المولر فوليوم اللي هو 24. اشمعنى ضربت في 24 مش 22.4؟ علشان هنا 25 ديجري سيلسيوس اللي هي الروم تمبريتشر. طيب هنحسب ده ونحسب ده، يلا. هنا اول حاجة 11.17، نزلنا تحت 4 باي 55.85، طلع حبايبي 0.05 مول. طب التانية حبايبي نفس الفكرة 4.48، نزلت تحت 3 باي 24. مظبوط مظبوط. كام؟ 0.062 مول. حلو. اذا ده الليميتنج عشان ده القليل، وده المور عشان ده الكتير. جميل جميل. قال لي طيب انا محتاج منك كمان حاجة. قلت له ايه؟ قال لي انا عايز الماس بتاعة البرودكت الاف اي 2 و 3. دلوقتي انا مطلوب مني، ممكن اعملها فوق هنا في الفاضي يا جماعة اهو، عايز احسب الماس بتاعة الاف اي 2 و 3. طبعا هجيب الايكويشن اهي 2 اف اي 2 و 3 اهو، ونشتغل بالليميتد. مين الليميتد؟ الليميتد يا مستر هو كان الايرن، صح كده؟ جميل، عشان هو كان اقل كمية. جميل، يبقى اشتغل بيه. اشتغل بيه ازاي بقى؟ يبقى اشتغل بالاربعة اف اي. تمام. ونعوض بالجيفن بتاع الليميتد اللي هو كام؟ 11.17 جرام. يبقى اذا حبايبي في مسائل الليميتد لو عايز البرودكت عوض بالليميتد. قلنا كده دي قاعدة في مسائل الليميتنج. في مسائل الليميتنج لو عايز البرودكت عوض بالليميتنج. سينس ان الاي كان ليميتنج عوضت بيه، وهفرض هنا اكس جرام. يلا هنا ماس احسب فوق ماس. طبعا هنا ماس احسب ماس هو 4 باي 55.58. يلا احسبها كالكوليتر ابو رامي. 4 باي 55.85 سوري، تطلع 2 to 3.4. حلو الكلام. نفس الكلام هنحسب دوت، ده كان 160 في 2 يعني يعملوا كام يا ابو رامي؟ 320. بس نحسبها على الكالكوليتر. ده عباره، بص ركز بقى باذنك، هحسبها لكم تحت هنا معلش. ده عباره عن 2 مضروبه في الاف اي 2 يعني 2 اف اي بلس 3 او. يبقى يا جماعه لازم افتح بالانس، افتح براكت للبالانس. يبقى 2 فتحت براكت 2 باي 55.85 بلس 3 باي 16. يلا 2 فتحت براكت 2 باي 55.85 بلس 3 باي 16 دز طلع حبايبي 300. يعني ماشي، قلت 320 مش فارقه كتير يعني. 319.4 319.4 وكروس مالتبلاي مسألتك خلصت يا باشا. 11.17 باي 319.4 على 2 to 3.4 اهو. بالانسر باي
11.17 كده divided 2 to 3.4 تطلع calculator 15 معلش 0.97 جرام. دي الانسر. ماشي رجاله؟ جميل. المسألة اللي بعديها يا حبايبي بيقول لي the number of empirical formula unit يعني الكومن فاكتور. لما لك احسب اليونت عايز الكومن فاكتور. هنا 6 12 6 ايه الكومن فاكتور بتاعهم؟ اللي هو 6. لو عملنا كلها ديفايدد 6 هتبقى حضرتك ديفايدد 6 فيها ال 1 ديفايدد 6 فيها 2 ديفايدد 6 فيها ال 1 يبقى CH2O لو عملنا ديفايدد 6. يبقى اذا حبايبي لو اداك موليكيولار فورمولا وعايز الامبيريكال فورمولا بنقسم على رقم اللي هو الكومن فاكتور، فالكومن فاكتور بيسموه اليونت فضيع ب6. ماشي. السؤال برضو ده متعلق بقى بالامبيريكال فورمولا موليكيولار فورمولا. بيقول لي ان ايونيك كومباوند كونتينز كذا صوديوم وكذا سلفر وكذا اكسجين. حلو الكلام. ادي الصوديوم وادي السلفر ادي الاكسجين. ده 29.08% وده 4D.56% وده 30.36%. اهم حاجه مجموعهم 100. حلو الكلام. قال لي determine the electric charge بتاعه الامين. سؤال غريب شويه. سؤال يا جماعه بس انا عارف مسائل البرسنت بجيب الايه الامبيريكال على طول. بص معايا كده. اول حاجه نجيب المول. فاحنا في المول بنعمل ايه؟ بنقسم كل برسنت من دول او كل ماس على الاتوميك ماس بتاعها. جبنا الارقام من هنا اهو. يلا دي تطلع كام؟ كل واحده نحسبها لوحدها. ادي هنجيب من اليمين عشان القلم ركزها هنا. ماشي. يبقى 30.36 ديفايد 16 ليه؟ الخامة يعني. ماشي. 30.36 على 16 1.89 75. طيب اللي جنبيها 40.56 على 32 تطلع حبايبي 12675. ماشي. اللي بعديها بعد كالكوليتر الناحية دي 29.08 على 23 126 برضه. طيب يعني اذا 126 يبقى نجيب بقى الريشيو. هنقسم المسألة كلها على 126 دي على 126 فيها الواحد على 126 فيها ابروكسيميت الواحد على 126 1.8975 على 126 طلعت 1.5. طبعا لما تبقى ريشيو فيها انصاص بنعمل لازم نضربها في 2 تبقى الريشيو 2 2 3. يبقى اذا الكومباوند بتاعي الكومباوند هيبقى Na2 والاس ب2 والاو ب3. حلو الكلام. تترم صوديوم ثايو سلفيت مالكش دعوه باسمه. طيب اقول لي بقى ايه؟ طبعا تقول لي ده الشمال بوزيتيف واليمين نيجاتيف. بيقول لي عايز يحسب التشارج بتاعت الليفت الرايت ده. قلت له بص حبيبي فاكر لما كنا بنتعلمكم دي نقسمها ازاي؟ حتى انت قلنا مبدئيا عملنا القاعده بتاعتنا اي حاجه عندها اس التشارج بتاعتها بنيجاتيف 2 وما ترجعش ورايا. اي حاجه عندها اس او سي التشارج بتاعتها بنيجاتيف 2 وريح دماغك. جميل. تمام. يبقى اذا الانسر وعايز في الاخر ده كله احسب التشارج قلت له نيجاتيف 2 يا باشا.
المسألة اللي بعديها بيقول لي 100 مللي هاف مولر مغنيسيوم هيدروكسيد، 200 مللي 0.6 مولر هيدروكلوريك اسيد. حسب الايكويشن هات الكونسنتريشن بتاع الاناين وات ايفر هو عايز ايه. قلت لك عودتك على حاجه ممكن نعملها نصين كده عشان ايه شكل المساله ممكن تطول معانا ولا حاجه. معانا كده. بص يا رجاله، حضرتك دلوقتي مديني ادي رياكتنت جيفن ورياكتنت جيفن، ادام التو رياكتنتس جيفن يبقى لازم نشتغل ليميتنج رياكتنت وما ترجعش ورايا. فنكتب التو رياكتنتس معانا اهو 2، بس قبل ما اكتبهم ثانيه واحده كده، ثانيه واحده. 2 HCl بلس مغنيسيوم هيدروكسيد. اتفقنا نقسم المساله نصين، نكتب الجيفن ونقسم على البالانس على البالانس، وهنا برضه الجيفن نقسم على البالانس حسب بقى نضرب في الماس في المولر ماس. او تعالى بص كده بفكركم برضه يا جماعه الكلام ده قلته في الفيديو الجديد في الشرح بتاع، قلنا طبعا في كل حصه ان شاء الله هندي مساله فكره كل مره عشان ناكد على المسائل. قلنا في الليميتنج رياكتنت لما مثلا تخيل هنا 3A زائد 5B مثلا، قلنا بنعمل ايه؟ قلنا حبايبي بنقسم الجيفن 3 ماشي، بنقسم الجيفن لو جيفن ماس اقسم على البالانس في المولر ماس. طب لو جيفن فوليوم اقسم على، بس بتكلم على ايه مثلا يعني، على البالانس. سيبك ده دلوقتي كاني بشغل ايه، بس على البالانس يا اما في 24 او 22.4 على حسب هو اس تي بي ولا ار تي بي. طب لو المساله بتتكلم على موليكيولز بنقسم برضو على البالانس في افوكادروز نمبر. طبعا يا جماعه عشان البالانس هنا 3 قسمت على 3، لو كان 4 كنت اقسم على 4، لو 5 كنت اقسم على 5. فعشان اريح دماغي خالص اهوت وامسح دي واكتبها بالانس عشان محدش يقول لي مش معنى مستر. اهوت اهو اقسم على البالانس في المولر ماس، اقسم على البالانس في المولر فوليوم، اقسم على البالانس في افوكادروز. طب لو المساله فيها بتتكلم على المول اقسم على البالانس بس. حلو الكلام، جميل. فاحنا في المساله بتاعتنا اهو المشكله لما يدينا لا ماس ولا موليكيول ولا مول ولا فوليوم ات اس تي بي او ات ار تي بي، ده مدينا كونسنتريشن. حلو، ادم في المسائل الليميتنج لو فيها كونسنتريشن، مسائل الليميتنج لو فيها كونسنتريشن حولها لمول. مسائل الليميتنج لو فيها كونسنتريشن حولها لمول. وعايز منكم طلب حبايبي لو لقيت طريقه الشرح سريعه قولوا لي ابطئ شويه، لو كويسه اعتمد كده. طيب فهنا اول حاجه مديك المغنيسيوم هيدروكسيد الام جي او اتش 2 حبايبي، مدينا الام بهاف والفوليوم ب 100 مللي. طبعا لازم اقسم حبايبي على 1000 عشان اتخلص من الملي حول الليتر تبقى 0.1 لتر. ماشي. طيب فنعمل ايه بقى؟ هنجيب المول. بنعمل ايه في المول؟ بنضرب الام باي الفي، يبقى هاف في 0.1 تطلع 0.05 مول. ونفس الكلام ده حبايبي هنعمله مع الرياكتنت التاني اللي هو ال HCl. هنجيب المول بتاعه اللي هو هنضرب الام في الفي، الام ب 0.6 الفوليوم ب 200 مللي لازم اقسمها على 1000 تطلع بكام حبايبي؟ 0.12. نتأكد معلش كده، 0.6 في 0.2 0.12 ماشي مول. اذا حبايبي المغنيسيوم هيدروكسيد عباره عن 0.05 مول وال HCl عباره عن 0.12 مول. قلنا اكتب الجيفن واقسم على البالانس، اكتب الجيفن واقسم على ايه؟ على البالانس. لو المساله بتتكلم على المول زي هنا نعوض بالبالانس بس، يبقى انا هعوض بالبالانس بس عشان المساله بتتكلم على مول. لكن فوق حبايبي هنا في المساله، لا كانت الصفحه اللي ورا هنا في المساله دي عوضت بالبالانس في المولر ماس عشان بتتكلم على ماس، وعوضت بالبالانس في المولر فوليوم عشان بيتكلم على فوليوم. لكن هنا حبايبي بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على مول، فهقسم على البالانس بس. تمام؟
يلا دي تطلع بكام؟ 0.12 على 2 تطلع 0.06 مول، وده يطلع 0.05 مول. اذا ده الليميتنج، ده ليميتنج وده المور. طيب قال لي بقى انا عايز تركيز الايون، اللي هو الاناين يعني، اللي هو الايه، الجزء النيجاتيف يعني بتاع الاكسس. او مين الاكسس؟ الاتش سي ال ده. جميل. عشان اجيب تركيز الاكسس لازم اجيب الاكسس الاول، انا معايا زياده قد ايه. فلو طالب مني في الامتحان اول مسائل التركيز في الليميتنج بشوف الليميتد والايه والمور. لو عايز تركيز حد هنعمل ايه يا جماعه؟ لو عايز تركيز الاكسس، لو عايز تركيز الاكسس هتحسب الاكسس الاول. هجيب الريميند اهو، الريميند مول، بنعمل الكبير ماينس الصغير ونضرب في الجزء اللي تحت الاكسس. اللي تحت الاكسس هنا ايه؟ او المور هنا كام؟ 2، يبقى اضرب في 2 بس. هنا 0.01 في 2 يبقى 0.02 مول. كده جبنا الريميند مول، الريميند بتاع الزياده اللي هو الايه، الريميند من مين؟ من الاتش سي ال. طيب اذا الكونسنتريشن بتاعه اللي هي الام بتساوي المول على الفوليوم. ما هي اصلها حبايبي ان الام في الفي، بص على الشمال كده، ام في الفي بتساوي المول، يبقى الام بتساوي مول على فوليوم. فالمول احنا جايبينها ونسميها توتال هنا، فوليوم توتال 0.02 على التوتال فوليوم اللي هو كام بقى؟ اللي هو ال 200 مللي وال 100 مللي، بس لازم اضرب في 10 باور نيجاتيف 3 عشان احولها للتر. يبقى نقسم المول على الفوليوم كله بقى، تطلع معايا على الكالكليتر بكام؟ 0.02 على 300 0.3. بس نعمل على الكالكليتر حبايبي اهو. حضرتك هنقسم 0.02 وتحت فتحنا البراكت بتاعنا وعملنا ال 100 بلس ال 200 وقفلت البراكت كل ده ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 3 طلع 0.06. طلع حبايبي الانسر 0.06 مولر. بس يا مستر نعم انت جبت تركيز الاتش سي ال، انا عايز تركيز السي ال. قلت له يا باشا ما هي ما هو الاتش سي ال ده حبايبي فيه وحده سي ال صح؟ لو ده واحد يبقى ده واحد. طب ده 0.06 يبقى تركيز السي ال 0. برضه 06 نفس الرقم عشان نفس النسبه. يبقى دي الانسر بتاعتي هنا 0.6. طب تخيل يا مستر، تخيل لو كان ده عباره عن سي اي سي ال 2 مثلا، يعني الانسر معايا 0.06، يعني تخيل ده 0.06 مثلا وده كان اي سي ال، تقول له والله الواحد من ده طبعا ده فيه 2 سي ال، اقول له الواحد بيطلع 2، لو ده 0.06 يبقى هنا اضرب 2 في 0.06 يبقى حسب النسبه والتناسب. او كنت ممكن اعملها دي اكس واعمل كروس ملتبلاي ورايح دماغي، الواحد بيطلع 2 يبقى ده بيطلع قد ايه. يبقى حبايبي في المساله اللي فاتت الله يكرمك هنا مسائل كونسنتريشن في ليميتنج، يبقى في الكونسنت اهو ممكن نكتبها ستيبس. مسائل الكونسنتريشن في الليميتد بعمل ايه؟ اول خطوه احسب الليميتد والمور، حسبتهم. مسائل الكونسنتريشن في الليميتد وطلب اهو، وطلب كونسنتريشن بتاع الاكسس الجزء الزايد اهو. احسب الليميتد والمور. رقم 2 احسب الريميند. مول. وبعد كده اقسم، اعمل ديفايد الريميند على التوتال فوليوم. ماشي. اخر خطوه معلش بقى، اعمل ريشيو اللي هي بقى هنسبة 1 ولا 2 ولا 3. بس طبعا عشان احسب الليميت والاكسس لازم احول الكونسنتريشن ده، الكونسنتريشن والفوليوم لازم احولها لمول.
لازم رقم صفر اهو كانها خطوه بدائيه. حول الام والفي لمول. يبقى اول حاجه زي ما عملنا هنا اهو، حولت اول خطوه حبايبي، حولت الام والفي حولتهم لمول في الاثنين اهو، ادي 0.12 هنا 0.05، قسمتهم على البالانس ماشي، طلع ده الليم ده المور وده الليميتد. جميل. هجيب بقى طبعا عشان اجيب التركيز لازم احسب الريميند الاول. الريميند اجيبها ازاي؟ اقسم الكبير ناقص الصغير في الجزء اللي تحت الكبير، طلع لي المور. اجيب بقى التركيز، اقسم المول الريميند على التوتال فوليوم، طلعت ب 0.06. كده تركيز الكومباوند كله. عايز بقى ايه؟ هو عايز النيجاتيف السي ال. تقول طيب ما هو السي ال ده النسبه 1 ل1، يعني ده 10 ده 10 ده 50 ده 50 ده 0.6 يبقى ده برضه 0.06. طيب مسألة the volume of 2 molar sulfuric acid عايز احولها ل 250 مللي 0.25 مولر of that acid، نفس الاسيد. هنا حبايبي زي ما انتم شايفين هو عايز يعمل عملية دايليوشن، يعني عايز يحول التركيز ده والفوليوم ده للفوليوم والتركيز ده. اقول له والله خلاص يبقى M1 V1 بتساوي M2 V2. طيب عشان اتاكد برضو انت مظبوط ان الام ال1 اللي هي رقم الايه اللي هي يعتبر المولاريتي الكبيره، والام 2 هي المولاريتي الصغيره، يعني ده 0.25 في 250 مللي. حلو الكلام حبايبي. نصيحه عشان انت ما تلخبطش امتى احول لتر وامتى احولش لتر، خليهم كلهم باللتر، اضرب في 10 باور نيجاتيف 3. هقول لك هنعمل ايه دلوقتي. اذا هنا ده ال2 مولر بتاع الاولاني والفوليوم بتاعته مش معروف. حلو الكلام جميل. احسبها لي بقى على الكالكوليتر. يبقى ال V1 هتساوي ربع في 250 في 10 باور نيجاتيف 3 على 2 تطلع بكام؟ اهو فراكشن 0.25 باي 250 10 باور نيجاتيف 3 وتحت على 2 طلعت 0.025 بس لتر. طبعا ولا اجابه من دول. حلو الكلام. كل الاجابات دي اوت. يبقى احنا قسمنا الربع اهوك على 250 في 10 باور نيجاتيف 3 على الاتنين يطلع لي الفوليوم. يلا احسبه لي بقى كده حضرتك. هيبقى ربع. بص بقى انا حسبتها الفوليوم، بص ركز كده، الفوليوم حسبته ربع لتر. تخيل بقى لو في الاختيارات دي مش موجوده وجايبها لي بالملي، يبقى بالملي عباره عن ايه؟ 0.25 في 10 باور 3. ما احنا يا جماعه عشان نحول من ملي من سوري باور 3 بس، عشان احول من لتر لملي بضرب في 10 باور 3 فيطلع في الاخر 250 مللي لتر. يبقى في المساله يا جماعه الانسر بتاعتها 250 مللي او 0.25 لتر حسب الايه الرقم اللي في المساله. ماشي يا رجاله؟ جميل. if the molar concentration of aluminium دي مساله بتتكلم عن الريشيو بس، انا فاكر مساله حطيتها بتتكلم عن الريشيو فقط. بيقول تركيز الالومنيوم ذا مولر كونسنتريشن، يعني هنا دي يا حبيبي ده ذا كونسنت، معنى كده كانك انت المولر دي ملهاش لازمه، كانها الكونسنتريشن بتاع الالومنيوم. حلو الكلام. في الالومنيوم سلفيت از 0.6. احسب المولاريتي بتاعت السولت نفسه. احنا عارفين ان الالومنيوم سلفيت ده يا جماعه الله يكرمك عنده 2 من ال AL. طيب النسبه 1 ل 2. بيقول لو انت عرفت ان الالومنيوم ايون ب 0.6، يعني هو 0.6 بس عشان انت ما تضايقش مني اهو 0.6 مولر، المفروض الواحد مولر بيطلع 2 مولر، يبقى 0.6 يبقى ده بكام؟ يبقى حبايبي تعتبر النص، يبقى 0.3. يعني واعملها كروس مالتيبل عشان تريح دماغك. الاكس هتساوي 1 في 0.60 على 2 تطلع 0.30 يا عم. يلا
يبقى فكره المساله دي يا حبايبي عمليه ريشيو، علاقه ما بين الالومنيوم والسولت نفسه. برضو المساله دي ليها علاقه برضو فيها جزء ريشيو برضو، يعني بتحسب المساله وعايز جزء ريشيو برضو، او تستخدم الريشيو في حل المساله. معاه 100 مللي 0.5 مولر ليثيوم سلفيت، ماشي، ادي الفوليوم وادي الكونسنتريشن بتاعه. دايليوتد يبقى دايليوشن، يبقى M1 V1 يبقى شغال بقانون M1 V1 M2 V2. الفاينل قال لي دايليوتد ذا فاينل فوليوم 400 مللي، ده ال V2 بقى. What is the final concentration of lithium؟ هات لي بس الليثيوم كومباوند وشوف الليثيوم بعدين. حلو الكلام؟ فحبايبي ده هناخده فوق الاول كده M1 V1. فانت عندك ال M1 بهاف او 050، هي يا جماعه والله هي نفس الرقم بالظبط، ما فيهاش اي اختلاف خالص. باي 100 حولها ل 10 باي نيجاتيف 3 بعد اذنك عشان ما تنساش. هنا الام 2 مش معروفه، الفوليوم بقى 400 مللي، هضربها في 10 باي نيجاتيف 3 برضه. اي نعم ممكن ما نحولش، بس نصيحه حول عشان ما تلخبطش انت. طبعا 2 زيروز مع 2 زيروز، وال 10 باي نيجاتيف 3 مع 10 باي نيجاتيف 3، يبقى الام 2 تبقى 0.125. بس تعالى احسبها معلش على الكالكليتر. فين الكالكليتر؟ فين؟ اهو حضرتك. هيبقى اهو الام 2 هتساوي 0.50 على 4، تطلع 0.125. بس يا رب احسبكم باش اتاكد بس يا جماعه مع بعض كده معلش. هتبقى 0.50 تحت 4 ابو رامي اللهم بارك مولر. حلو الكلام، جميل. قال لي بس للاسف يا مستر ده تركيز الليثيوم سلفيت. اما انت عايز ايه؟ قال لي انا عايز الليثيوم بس. قلت له حاضر، مش الليثيوم سلفيت ده عنده 2 ليثيوم؟ قال لي اه، الواحد بيطلع 2. قلت له اه. قال لي طب انت معاك ده جيفن 0.125، يبقى الليثيوم كام؟ كروس مالتبلاي ومسالتك خلصت يا باشا. يبقى اذا الليثيوم هيبقى الدبل، اضرب في 2، ما العلاقه بينهم 1 ل2 اضرب في 2، صح ولا لا؟ جميل. يبقى الاكس هتساوي 2 في 0.125 تطلع ربع مولر. How many grams of barium chloride needed to obtain؟ عايز ماس 500 مللي ادي فوليوم with chloride ion concentration half molar. بص بقى الحته دي، المفروض معايا ان انا عارف ان قانون الام في الفي بيساوي ماس على مولر ماس. حلو الكلام، ادي مدينا تركيز عشان بقانون ام في الفي ماس على مولر ماس. حلو الكلام، ركز معايا. هو الفوليوم ب 500 مللي واقسم على 1000 او 10 باور نيجاتيف 3 عشان احوله. طالب مني الماس بتاع الباريوم كلورايد واقسم على المولر ماس. المولر ماس عباره عن ايه؟ هو ده عباره عن بي اي بلس 2 سي ال، يبقى 137 اهو، و2 باي 35.5 تطلع في الاخر 233. صح يا برومي؟ ماشي، نتاكد برضو مع بعض. 137 بلس 71 و2 في 35.5 تطلع 208. معلش 208 جرام بير مول، يبقى 208. الكونسنتريشن بكام؟ بهاف. قال لي لا يا حبيبي مش بهاف، ده حبيبي السي ال هو اللي باف. السي ال هو اللي بمين؟ بهاف. قلت له طب تعالى، مش الباريوم كلورايد ده فيه 2 سي ال؟ قلت له اه. قال لي السي ال النسبه 1 ل2، السي ال بهاف، يبقى الباريوم كلورايد بكام؟ هيبقى بربع، يعني ده نص عطيه، ده واحد بيطلع 2، يبقى كام يطلع النص؟ كروس مالتبلاي تطلع بربع مولر. يبقى الكونسنتريشن بتاعي حبايبي 0.25 مش هاف. الهاف ده بتاع الكلورايد. كده مسألتي خلصت. الماس هيساوي كله في بعضه، ادي ربع 500 على 1000 بقى بهاف في 208. نص ال 208 104 يبقى 52، يبقى 50 بتبقى 26. بس بقى يا جماعه عشان مخي ما يعطلش. ماشي، ربع باي هاف باي 208 ربع بتطلع 26 زي ما قلنا. الحمد لله 26 جرام.
المسائل دي انا قلت لكم معلش، المسائل دي قلت لكم في الامتحان حلوها على انها ما فيهاش تشويسز. طبعا بكتب تشويس مثلا معين وبقعد اغير فيه، فانا نسيت اغير، معلش حقكم عليا. هنعمل ايه؟ بيقول لي if the molecular formula ده عايز الموليكولار فورمولا of a compound whose empirical formula is CH. ده الامبيريكال فورمولا والمولر ماس 104. قلت له حاضر. احنا عندنا حبايبي ادم معايا الامبيريكال، لو انا معايا الامبيريكال اللي هي CH، وعايز الموليكولر فورمولا، يبقى انا لازم احسب الاول اليونتس. بنعمل ايه؟ بنقسم المولر ماس اللي هو جيفن في المساله 104 على الامبيريكال ماس ده اللي هو 12 بلس 1. يبقى بنقسم المولر ماس على المولر ماس بتاع الامبيريكال، فيبقى 104 على 13 طلع ب8. طلع بكام؟ ب8. يبقى الكومباوند دوت C8 H8 ده فورميلته بتاعي. طبعا كنت ما اخصكش يعني الرقم اللي هيطلع، بس ده فورمولا بتاعت مين؟ C8H8. يبقى الكومباوند اسمه فينايل ايثين. يعني انا بكتب بقول اسمه عشان بس ده عندنا في ثالثه ثانوي بنظبط حاجات. يعني ده اسمه فينايل ايثين، مش هيك اسم بس خلاص. يبقى انت الكومباوند بتاعي C8H8. ماشي. A sample of hydrocarbon burns in excess of oxygen طلعت 4.4 carbon dioxide gas و 2.7 جرام of water vapor. هات الامبيريكال فورمولا. حلو. بص يا مستر، قلت له نعم. قال لي انت عودت لنا في مسائل الامبيريكال بنجيب الاليمنتس اهمك، نحسب المول الاول وبعدين الريشيو وبعدين بنجيب الامبيريكال، صح؟ قلت له قال لي طب هنا مستر عشان نشتغل كده لازم يدينا الماس بتاع ده والماس بتاع ده. قلت له جميل. قال لي مش مديني الماس بتاعهم. قلت له لا، ما خلي بالك بقى، لما اداكش الماسز واداك الكومباوندز بتاعتهم نفسهم، الكومباوند اللي فيه سي والكومباوند اللي فيه اتش، تشتغل بقى حاجه استباقيه اللي هي ايه بقى؟ تطلع من كل واحد مثلا، تيجي عند الكربون دايوكسيد ده، مش هو فيه واحد الكربون؟ جميل. وتحسب لي الكربون بكام. وتيجي عند الميه نفس الفكره، الميه ال H2O فيها 2 H، وتحسب لي برضو ال H بكام. ازاي؟ تعالى نشتغل بقى. هقول له انت مديني الكربون دايوكسيد 4.4 جرام، صح؟ جميل. هنعمل ايه؟ عايزين نحسب الماس بتاع الكربون. يبقى تاني حبيبي الله يكرمك، انا دلوقتي المطلوب مني عايز اجيب الماس بتاع الكربون والهيدروجين، فهم مش مديهم لي، فلازم احول الكربون دايوكسيد دوت اطلع منه الماس بتاع الكربون، والميه اطلع منها الماس بتاعه الهيدروجين، وهبتشتغل كده ماس احسب مولر ماس، وهنا ماس احسب مولر ماس، تطلع 44 اللي هي 12 و2 في 16. كروس مالتبلاي طلعت الاكس بكام؟ تطلع كده 1.2 اهو، عشان مش متاكد. احنا ضربنا ال 4.4 في 12 على 44 طلعت 1.2. يبقى اذا الكربون ده ب 1.2 جرام. نفس الكلام مع الهيدروجين اهو، حضرتك مدينا ان الميه ب 2.7 جرام، هفرض الهيدروجين اكس جرام، ماس احسب مولر ماس 2 في 1 ب2. نفس الكلام هنا، ماس احسب مولر ماس ب 18 اللي هي كانت 2 في 1 زائد 16، واعمل كروس مالتبلاي تطلع الاكس بتاعتي بكام؟ يلا بينا. هيبقى 2.7 باي 2 على 18 طلعت 0.3 جرام. الكلام ده الهيدروجين، يبقى ده 0.3. هنعمل يا حبايبي اول حاجه هنعملها، قلنا هنقسم كل واحد على الاتوميك ماس بتاعه، ده على 1 وده على 12، دي فيها 0.1 ودي فيها 0.3. الريشيو هنقسم
على 0.1 يبقى دي فيها الواحد ودي فيها التلاتة. يبقى الامبيريكال فورمولا بتاعتي CH3. صعب الكلام ده؟ جميل. يبقى اذا حبيبي دي مساله امبيريكال فورمولا عاديه، بس لازم الاول يكون معايا ماس اوف كربون والهيدروجين جبناها بالطريقه دي. فركز بالله عليك اسمع المساله دي مرتين ثلاثه لغايه لما تتقنها الله يكرمك. مساله حلوه جدا. للناس متعوده كلمه اتوم دي يعني افوكادروز نمبر. انا اتعمدت والله في التشويسز ما احطش ما اجيبش ارقام فيها افوكادروز نمبر عشان ما لخبطكش. طب هنعمل ايه يا مستر؟ اولا هو ما بيسالنيش على الاتوم، بيقول لي المول اوف اتوم، يعني عايز المولز. عايز ايه؟ المول. ادي رقم واحد ومعايا 30 جرامز. جميل، ركز بقى في الحته دي قوي. فقلت له المول يساوي ماس على مولر ماس. قال لي انت لحد دلوقتي راجل كويس. طيب بس هنا ركز في حاجه بقى. القانون ده يا حبايبي هيحسب لي المول بتاع الجلوكوز بس، اللي هو كام؟ خليك معايا كده، هيبقى 30 على 180. طبعا جبنا المولر ماس دي 6 في 12 و12 باي 1 و6 باي 16، طلعت معايا على الكالكوليتر 180 جرام بير مول. ده المولر ماس. طلع كده كام يا حبيبي؟ كام مول؟ اهو 30 على 180 تساوي 0.16 0.16 مول. ده 0.16 مول من الكومباوند ده. قال لي انا عايز الاتوم. يبقى لو عايز الاتومز احنا عندنا قاعده، اي حاجه فيها اتومز تضرب في عددها. يبقى المول اوف اتومز هنضرب ال 0.16 باي 6 و12 و6 يبقى 24. طلع ب4. يبقى عندنا كام مول اوف اتوم في المساله دي؟ ب4. يبقى حبايبي المول اوف اتوم احسب المول واضرب في عدد الاتوم. لو طلب المول اوف اتوم احسب المول واضرب في عدد الاتوم. لو طلب الاتومز احسب المول واضرب في عدد الاتومز. فحسبت هنا المول ب 0.16. طب عايز المول في اتومز، جمعت بقى 6 و12 و6 طلعوا 24، ضربتهم في المول طلع 4. اخر مسألة. بقول يا حبايبي السولوشن اتس فوليوم 1500 مللي. طبعا حولوا الليتر اضرب في 10 ونكتب فيه على طول عشان من الاول كده عشان نريح دماغنا. وكونتين 0.06 مول. حلو الكلام. بيقول لي احسب النمبر اوف باي كربونات ايونز، والمسألة الثانية احسب الفوليوم اوف ووتر ريكوايرد. ماشي. يبقى دلوقتي يا حبايبي معايا مسألتين. جميل. اول حاجه انت طالب مني النمبر اوف ايونز. قلنا اول ما يقول لك هات ايونز دور على الكومباوند وفك ايون. ده عباره عن NaHCO3. عودتك لما تلاقي كذا، بص دي بتتكون من 4 elements، من 3 elements، من 2 elements، من 3 elements، من 4 elements. بنعمل ايه؟ بناخد اول element لوحده والباقي على بعضهم على طول، الشمال بوزيتيف واليمين نيجاتيف. حلو الكلام. هو طالب مني الباي كربونات، يعني عايز ده بس، يعني عايز اكس ايونز. اذا لازم يكون هنا معايا حاجه، لازم يكون في الليفت ده معايا ماس، معايا فوليوم بتاع اللي هو طبعا لا هي بتاع في المساله بتاعت الايون، لا اما ماس لا اما مول، لا اما ماس لا اما مول لا اما موليكيول. في المسائل يا حبايبي بتاعت الايونز لا اما لازم يكون معايا الشمال ده، لا اما معايا الماس بتاعته، لا اما المول اللي هو 0.06، لا اما معايا ماس لا اما معايا مول لا اما معايا موليكيول. حلو الكلام. فهنا مديني مول. طب والفوليوم مالكش دعوه، مش هحتاجه دلوقتي، سيبه دلوقتي، هي 0.06 مول. فقاعده بتقول ايه؟ مول عوض بالبالانس، مول عوض بالبالانس، المول عوض بالبالانس، المول عوض بالبالانس، الرقم اللي بره ده. طب الايونز
هضرب هنا في بالانس واحد صح؟ اضرب البالانس في افوجادروز نمبر وكروس مالتيبلاي، تبقى الاكس بتاع سعادة جناب حضرة السيد فضيلتك هتطلع 0.06 باي 1 باي 6.02 10 باور 23 على 1 على 1 تطلع كام على الكالكليتر؟ 0.06 باي 6.02 ملتبلاي 10 باور 23 تطلع 3.612 10 باور كام نسيت؟ 22 ايونز. يبقى الله يكرمك بالله عليك في مسائل ايونز اول ما تلاقي كلمه اين دور على الكومباوند وفكه ايونز يا باشا. فروم ايز فكتولك ايونز اهو. واكدت على معلومه وانت بتفك الايونز يا حبايبي، زي ما انت شايف هنا دول 4 elements، هتاخد اول element لوحده والباقي لوحدهم اهو فكناه. طيب هو عايز مني الكربونيت بس، فده كانه مش موجود. سوري يا شباب على بتاع الناس بيقطعوني معلش. طيب يبقى لو معايا هنا افكها لحاجتين اهو ماشي. على طول يا حبيبي لازم يكون لو هو طالب الاينز او اكس اينز لازم الشمال ده يكون يا اما معاك مول يا اما معاك ماس يا اما معاك موليكيول. فانا معايا المول خلاص، مول اعوض بالبالانس الرقم اللي بره ده طلع بواحد. هنا اينز اضرب البالانس في افوجادروز نمبر كروس مالتبلاي تلت مسألتك وخلصنا. طيب المسألة الثانية بيقول لي ايه برضه اعتمادا على لتر ايه على رقم 20. احسب الفوليوم اوف ووتر required to be added to this solution as the concentration to become 0.01 molar. عايز اخلي الكونسنتريشن 0.01 molar. ادام هو حبايبي يحط ووتر يبقى دي دايليوشن. فبنعمل ايه؟ بنشتغل بقانون M1 V1 M2 V2. جميل. هو اولا حضرتك انت كنت مدينا فوق في الاول هنا الفوليوم والمول، يبقى لازم اجيب المولاريتي او الام. فعندنا حبايبي الام بتساوي مول على فوليوم. مول على ايه؟ على فوليوم. يعني ممكن اعمل حركه كده اهو، خليها هنا. اول حاجه هنجيب طبعا لازم يكون معايا الام، طبعا ده خلاص ده معروف اوريدي 0.01 والفوليوم 2 مش معايا. الفي 1 ب 1500 قسمناها على 1000 ضربت نيجاتيف 3. طب ام 1 دي فين؟ قال لي ما انا مديك في الاول حضرتك يا مستر ان المول مديهول حضرتك المول ب 0.06 والفوليوم ب 1500 في 10 بنيجاتيف 3. حلو الكلام؟ لان ده بيساوي المول على الفوليوم. الام يساوي مين؟ المول على الفوليوم. فيطلع كام على الكالكوليتر؟ اللي هو 0.06 حلو الكلام على 1.5. انا حسبتها عشان انجز الرجاله اللي هو 0.04. وانت لو مش معتمد اهو يا عم اريحك اهو 0.06 انزل تحت 1500 باي 10 باور نيجاتيف 3 طلعت 0.04. يبقى اذا ده معايا 0.04. يبقى ال V2 هتساوي كام؟ يلا رجاله دي كده مع ده فيها الواحد، دي 1.5. يبقى اذا حبايبي ال V2 هتساوي 1.5 في 4. 4 في 1.5 ب6 لتر. 4 في 1.5 ب6 لتر. دي يا جماعة دي ب1.5 على بعضها يا رجالة ماشي؟ تمام. ده ايه ده يا مستر؟ ده الفوليوم التاني. يعني هي كان المفروض ان انا كنت الفوليوم الاولاني كان 1.5 لتر بقى 6 لتر. يبقى المية اللي احنا حطيناها دي المية دي بكام؟ ب4.5. جبتها ازاي؟ بنقول يا جماعة لو عايز المية بنعمل V2 minus V1 فتبقى 6 minus 1.5 تطلع 4.5 كده حبايبي. تم بحمد الله تعالى. والامتحان ده اللي انا عملته ده امتحان 20 نقطة بس مهمين جدا جدا جدا. قبل امتحان الشهر لازم تكون ملم بالافكار دي، وان شاء الله باذن الله يعني الافكار بتاع الامتحان ان شاء الله مش هتغير عن الامتحان اللي حاطه دوت. وبالتوفيق ان شاء الله وربنا يوفقك حبايبي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.